لو عندك لابتوب فانت لازم تجيب الاختراع ده. حرفيا ما بعرفش استخدم اللابتوب من غيره. الاختراع ده هو اليو اس بي هاب اللي عملنا له انبوكسنج قبل كده. لو ما شفتوش روح شوفه بعد الفيديو ده. ما تتخيلش البتاع ده انقذني قد ايه. زي ما انتم عارفين في اللابتوب عندي فيه مدخلين يو اس بي بس، مجرد ما اوصل الماوس والكيبورد خلاص كده شكرا. وهنا يجي دور بطل الفيديو بتاعنا. خليني اقول لك، في الاول كان معايا واحد قديم كنت جايبه ب 70 جنيه وكان فيه 7 مخارج، فكان لقطه، بس للاسف الحلو ما يكملش. كان بلاستيك والبورتات بتاعته مش متثبته كويس، والنتيجه لده 2 منه اتخلعوا ووقعوا. ده غير ان سرعه النقل بتاعته بطيئه جدا، ومع مرور الزمن وتاثيره عليه ما بقاش فيه غير 2 بس اللي شغالين. فهنا كان لازم اجيب واحد جديد، ولان الاسعار كانت لسه غاليه قعدت ادور على ارخص واحد يكون مش بلاستيك وسريع في النقل وطبعا فيه بورتات كتير. وهنا وقع الاختيار على الاونتل 5701، واللي كان معمول من الالومنيوم ويو اس بي 3 ينقل معاك لحد 5 جيجا في الثانيه، وفيه 4 مخارج يو اس بي. واهم حاجه طبعا كانت السعر بتاعه اللي كان بيجي ب 200 جنيه، وده حرفيا نص سعر الحاجات التانيه. بس هل يعني كله كده مميزات ما فيهوش عيوب خالص؟ اول عيب لاحظته فيه ان السلك بتاعه قصير جدا، تقريبا 9 سم، فما كنتش عارف اوصله واحطه ورا اللاب، لا كان جنبي اليو اس بي اللي متوصل فيه. وتاني عيب واللي ظهر مع الاستخدام على طول ان المخارج بتاعته ضيقه قوي يا جدعان. حرفيا كنت بوصل واشيل منه الحاجات بصعوبه جدا، وكمان مع قصر السلك فكان صعب اكتر توصل الحاجات فيه وهو متوصل، فانت لازم توصل الحاجات فيه الاول وبعدين توصله باللابتوب. الهاب القديم كان فيه زراير بتفصل وتوصل اليو اس بي بدل ما تقعد تشيل وتحط، وده اللي مش موجود هنا. بس نظرا لسعره تغاضينا عن العيوب دي. انت كمان قولي بتستخدم هاب ولا لا. ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك فيديو السماعه اول ما ينزل. لو ما شفتش الانبوكسنج بتاعه روح شوفه. سلام.